بص يا صديقي، هو في رساله بس لكل الحكام اللي بتحكم النادي الاهلي. يا جماعه النادي الاهلي جايب لعيبه بتاخد ملايين ملايين عشان تلعب كوره، المفروض ان هي من احسن لعيبه مصر ومن احسن لعيبه افريقيا. الحكم مش يعني مش انت مش محتاج يا معلم ان كل كوره للنادي الاهلي تيت فاول تيت توقف اللعب، كل لمسه من الخصم النادي الاهلي تيت. يا معلم انت بتحبط اللعب، وفي الاخر يطلع ان الحكم دار اللقاء بشكل ممتاز ومفيش اي اخطاء تحكيميه تذكر ومفيش اي حاجه لقطات جدليه كبيره. ما انت يا معلم مهبط اللعب في كل كوره. يعني في كوره ياسر ابراهيم عطى كوع للواد في منطقه الجزاء ما حسبتش حاجه، بعديها بدقيقتين نفس الواد مع ياسر ابراهيم لمسوا فاول. لا مش منطق خالص والله. مش هنتكلم عن التحكيم. اقتنعتوا ان امام عاشور هو اكتر من 50 60 70% من قوه النادي الاهلي الهجوميه؟ اقتنعتوا؟ فاهدى كده على حيلك وتسيبه يعمل اللي هو عايزه، عشان في الاخر هو اللي بيكسبك، او بمعنى صح هو اللي بيعرف يكسبك لما يكون موجود في الملعب. هو اللي بيعرف ينقل الكوره من ورا لقدام بمعلمه ويوصل اللاعب بتاعك للجون. مش محمد علي بن رمضان، مش مروان عطيه، مش زيزو، مش خالص. هو هتلاقي امام عاشور هو اللي بيلعب بالمخ مع العضلات، والتريزيجيه بيلعب بالعضلات بس. لكن انت عشان تقول لي اصل الاهلي اللي يغور يغور وامام عاشور مش لا 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 لا، فكك. كان زمان، كان زمان قبل ما النادي الاهلي يفتح حته الاحتراف ان انا ممكن اجيب اي لاعب غلط فيا، شتم ادارتي، عمل دلوقتي بقى كلهم موظفين يا صديقي. فانت عندك افضل موظف هو امام عاشور، فما تحلوش وخليك ساكت كده عشان هو فعلا اللي بيفيدك. النادي الاهلي النهارده بيلعب قدام الجونه، الجونه ده تقريبا بينافس على الهبوط. النادي الاهلي اتمسح بكرامته الارض. لعيبه الجونه دي لو عندها خبره ان هي ما تتخضش ان انا بلعب قدام النادي الاهلي، او ما تتخضش لما اشوف مرمى النادي الاهلي، والله الجونه يطلع شوط اول كسبان 2 3. بس هنقول ايه؟ حظ عوالم والله. يا جدعان احنا في رمضان، طب الحظ ده يعني هيفضل لازم فيك كتير؟ وفي الاخر يجي واحد يقول لي انت بتقول النادي الاهلي بيكسب بالحظ وبالحكام. يا عم ما بقولش بيكسب بالحظ وبالحكام، انت حظك لازق فيك. النهارده لعيبه الجونه ضيعت كميه فرص. العيال بتطلع بالكوره من عند منطقه جزائها بكل سهوله. النادي الاهلي عنده مهاجمين وهميين كلهم بلا استثناء. عارف انت المهاجم الوهمي؟ كل مهاجمين الاهلي وهميين. كاموش ده شيكو بنزا جديد، الحمد لله يا رب عندهم شيكو بنزا زينا. فانت بتبص على شيكو بنزا ده اللي هو بتاع النادي الاهلي ده اللي هو اسمه كاموش، مفيش خالص يا معلم. لا ضغط ولا فينش ولا انهاء ولا لاعب على الله خالص. او النادي الاهلي دفع في اللاعب ده في 5 6 شهور 500,000 دولار. يا فلوسك يا اهلي. المكسب الوحيد فعلا النادي الاهلي النهارده في المباراه هو يوسف بالعمري. وهنا بقى نقف ونعمل ستوب كده عند تروب. انت مش مقتنع بالراجل ده ليه؟ هل الراجل ده دفاعيا مش اعلى من كوكا؟ لا اعلى من كوكا. الراجل ده عمل كذا تاكلينج النهارده في المباراه انقذ بيهم انفرادات. هل اللاعب ده هجوميا ما بيفكركمش بعلي معلول؟ لا بيفكرك بعلي معلول. الكره اللي على الارض اللي بيعملها لورا دي، او الكره على الارض اللي بيعملها زاحفه دي، او العرضيه اللي في مقاس مستوى راس اللاعب دي مش بالونيه، دي ما بيفكركش بعلي معلول؟ بالعكس هو اعلى من علي معلول دفاعيا لحد دلوقتي. هجوميا طبعا هو محتاج فتره طويله عشان نقارنه بعلي معلول انا عارف، بس ما بتشوفش منه ريحه علي معلول موجوده. فتروب هنا لازم يتعمل له وقفه. انت ازاي مش مقتنع بالراجل ده؟ هو انت لو مش مقتنع بيه يبقى انت كده بتعاند الاداره عشان جابته. لا هو فعلا احسن لاعب عندك في الجنب الشمال، لا هو شكري ولا هو كوكا. كوكا اصلا يا جماعه مش باك شمال، فانت بتلصم بيه. فانت لما يبقى عندك لاعب بيلعب في المنتخب المغربي، هو اللاعب الوحيد اللي انضم للقائمه بتاعت منتخب المغرب في اللعيبه المحليه، لا يبقى هو لاعب كويس. لاعب كويس. النادي الاهلي دافع فيه نص مليون دولار 25 مليون جنيه عشان باقي في عقده 5 شهور. فهو لو مش لاعب كويس انا مش هروح اجيبه بالمبلغ ده. والا اذا انا كده بلبس في كل المحترفين اللي عندي. محمد علي بن رمضان بيديك فتره فوق وفتره تحت، حاجه هوب هاي وحاجه مفيش خالص. محمد علي بن رمضان عشان تلعبه هو وامام عاشور الاثنين 8 في وسط الملعب، انت كده بتدمر نفسك حرفيا. الملعب محتاج يا محمد علي بن رمضان يا امام عاشور، يا اما الاثنين مش في نفس الجنب. انت كنت بتلعب النهارده امام عاشور جناح بيقوم بمهام 8، ومحمد علي بن رمضان 8 في نفس مكان امام، فكده الاثنين زينين على بعض. لا ودي الجنب الثاني، ودي واحد فيهم الجنب الثاني، لان الاثنين بيحبوا يمسكوا الكوره ويحب يرفع عينه ويعمل الباص، فما فيش مساحه وقت ان الاثنين يعملوا نفس الحركه. اشرف بن شرقي هو لحد دلوقتي مش اشرف بن شرقي الزمالك على العموم، بس هو بنص رجل احسن من زيزو واحسن من حسين شحات. هو بنص رجل احسن جناح عندك بعد تريزيجيه، يعني تريزيجيه المجهود اللي بيعمله بيغطي على حاجات كتير قوي في الملعب. النادي الاهلي يا جماعه مستباح دفاعيا. لو كل الناس بصت النادي الاهلي ان هو بيكسب، انت بتكسب فرق قاع الجدول 1-0 بالعافيه. فالنادي الاهلي وحش والله العظيم، الاهلي وحش، بس ما تفهمش.
ارجع اقول يا بابا حظ، يرجعوا يشتموني. مش هقولها صح؟ لا يا عم والله انا ما اعرفش الاهلي بيكسب بروح البطل وروح الفانلة وروح الجمهور وما الى ذلك، بس في حاجه غريبه. انا بلاقي اللعيبه اللي بتلعب قدام النادي الاهلي يا معلم انت خايف ليه؟ ما انت بتطلع بالكوره من عند الدفاع بتاعك كويس، كمل شوط اطلع على الجون قدام ما تخافش. يا جماعه استغلوا ان اللي بيقف في الدوري الشناوي، بالله عليكم بالله عليكم. انا عايز اوصل لمرحله السبع فرق اللي بينافسوا على البطوله دي، الاهلي يكون بعيد بسبع خمس ست ويبقى خمس ست نقط، مش نقطه ولا اتنين، نقطه ولا اتنين ياخد الدوري، نقطه ولا اتنين يعمل نفس الكامباك بتاع السنه اللي فاتت ياخد الدوري. انا مش عايز كده، انا عايز حتى يبقى ليا فرصه ان انا اصعد في السبع فرق دول بعد عن الاهلي بخمس ست نقط. فانا ممكن اخد الدوري انتش واجري، ممكن اطلع مركز ثاني واطلع افريقيا، انا هبقى مرضي جدا وزي الفل زي العسل. لكن حته النادي الاهلي بيكسب كل من ماتشاته دي وهو اوحش اداء، دي انا مش فاهمها الصراحه، دي انا مش واصله لي. يا ترى هو عيب من اللعيبه اللي بتلعب النادي الاهلي لانها خايفه زياده عن اللزوم، ولا هو توفيق كبير من النادي الاهلي، ولا اللعيبه دي بتلعب صح وانا مش واخد بالي؟ لو انت شايف ان اللعيبه دي بتلعب صح اكتب لي في الكومنتات، لو شايف ان اللعيبه دي بتلعب بتأدي اكتب لي في الكومنتات. الاهلي ما بيلعبش بص ب 20% من طاقته، بيلعب على الواقف. ياسر ابراهيم بقى كل كوره بيشوح ويزعق مع الحكم ويشوح للعيبه الخصم وكله يخبط الواد بكوعه وما فيهاش حاجه. يا عم يا راموس مستر بيبي اهدى شويه يا حبيبي، انتوا مدافعين سكه والله. انتوا لو مش مدافعين سكه اللي مش هيروح يصرف فوق ال 100 مليون جنيه عشان يجيب اتنين لعيبه دكه ليكم، عشان انتوا ما فيش. واللعيبه دي لما تلعب اذا كان هادي رياض ولا عمرو الجزار هياخدوا عليكم فرصه وهيلعبوا اساسيين عشان انتوا ميح، سواء ياسين مرعي ولا ياسر ابراهيم والله ميح الاثنين. بيكسب الاهلي، انا مش عارف الاهلي يخسر امتى والله بجد، انا نفسي اعرف الاهلي يخسر امتى. يا اخي حتى في اقل اوقاته بيتعادل، يعني هو انا مش عارف ما بيهوش بيخسر، في حاجه غلط في الموضوع. هو بيكره اعديه عايزين قبل ما ينزل يعني. السلام عليكم.